في ولدي ومات البارح وانا راضيه ومحتسبه، لكن انا طالبه منك طلب يا رب، قال انك تاخذ هالمرض اللي في ولد هالرجال تحطه في ولدي وندفنه جميع. الله اكبر. هالولد انك تخليه لابوه، وان هالمرض اللي فيه تاخذه منه وتحطه مع ولدي ندفنه في القبر وتخلي له هالولد سليم. يقول تاثرت شعر جسمي من الكلمه، الترجمه جتني بهالطريقه هذه. يقول انا ما افهم عليهم فرحت تركتهم. يقول قعدت شهرين وانا بعد مع الولد في مراجعات او اكثر شوي. يقول يوم جاء ذاك اليوم انا احترم متى يتوفى ولدي، يعني خلاص بناء على ما قالوا الدكاتره والتقارير. يجيني اتصال المستشفى يقول هذا ولدي مالك؟ ابوي قال نعم. قال تعال عسى ما فيك شيء ولدي؟ قال لا. يقول اركب سيارتي واجي في المستشفى، هذا في امريكا. يقول يوم دخلت عنده في المستشفى يقول الولد مبتسم والكونسلت او الدكاتره الفريق اللي عليه جايين. وش فيه؟ قالوا والله احنا دخلناه الان من الاشعه وتو طالع نتائج الاشعه تقول الرجال ما في شيء. سبحان الله. قلت له مو بصحيح، سووا الاشعه ثانيه. قالوا بالحاله هذه الاشعه، قال سووا ثانيه ويدخلون الاشعه الذريه ولا ما في شيء. سووا ثالثه قالوا تكاليف، قال ادفعها ماني متاكد. ويسوون ثالثه والرجال ما في شيء مالك. طيب ما في الا العافيه، مع انه كان من الدرجه الرابعه منتشر. قال والله يوم قالوا لي الرابعه يقول اسجد الله شكر ما رايته الا دعاء هذيك الباكستانيه اللي دعت لي ولدي فيها الكلام هذا كله سبحانه وتعالى. واقعد سنتين ويتزوج مالك وهو الان ينتظر مولود. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والدكتور مات. سبحان الله. اللي مقرر له انه بيموت بعد توفي الدكتور، ومالك ينتظر ومولوده خلال هاليومين هذه، وانا في سعاده ما بعدها سعاده من نجاه ولدي. فالله اكبر كيف يسر له. يقول والله يا اخ عبد الله لو تطلعت دقيقه وتاخرت دقيقه ما شفت هالباكستاني ولا جاي، لكن الله رب رتب هالامور سبحانه وتعالى ويسر الامور. فانا اقول يا اخوان لا ما في شيء صعب على الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا نبذل الاسباب. ما في شك ان اول الاسباب اللجوء الى الله. المستشفيات والادويه والدكاتره مهمه جدا، لكن كل ما كان حسن ظنك في الله قوي كل ما الله اعطاك على قدر حسن ظنك. لا نتعامل مع الله بنسبه 70-80%، هذا مو عبد، هذا رب خالقنا وعارفنا. يجب ان احنا نصل الى انه بيشفي ابنائنا او بيحقق مرادنا الى 100%، انه مثل ما اشوف انا هالكاميرا ادري ان الله سبحانه وتعالى بيعافي ابني ولا بيرزقني ولا بيعطيني. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الايات لنا في القران الكريم كيف يتعامل معنا. لازم نحسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا الثقة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثير في الموضوع هذا يا ابو. لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لا رزقكم كما يرزق الطير. لكني انا اتكلم ايضا حتى في طلبك لله سبحانه وتعالى يكون طلبك يعني في ثقة، في حسن ظن في الله. ايضا من الاشياء اللي يعزز استجابة الدعاء الصدقة، البذل يا اخوان. والله البذل والصدقه في وجه الله سبحانه وتعالى فيها امر عظيم، وان يحقق لك ربي المعجزات. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه، وجزاكم الله عني كل خير يا ابو عبد الرحمن. الله يبارك فيك. ما انزل الله داء الا انزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.